مواجهة الأكاذيب والأفكار الكاذبة التي تستخدم لتشويه صورة الدول تتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على الشفافية والدقة والمصداقية. إليك بعض الخطوات الفعالة للتعامل مع هذه التحديات. نشر معلومات دقيقة. يجب على الدول توفير معلومات واضحة وموثقة حول سياساتها وإنجازاتها عبر قنوات رسمية متنوعة، مواقع حكومية، منصات التواصل الاجتماعي، مؤتمرات صحفية. دعم الإعلام المستقل. إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحايدة لنقل الحقائق دون تضييق، مما يعزز المصداقية على المستوى الدولي. إنشاء وحدات متخصصة مثل مراكز الرصد الإعلامي التي تتابع الأخبار الكاذبة، تصدر تصحيحات فورية. استخدام التحليل والبيانات. تقديم أدلة رقمية أو وثائقية تدحض الادعاءات الكاذبة، مثل تقارير الأمم المتحدة، إحصائيات موثوقة. الذكاء الاصطناعي. استخدام أدوات رصد الأخبار الزائفة عبر الخوارزميات التي تكتشف الأنماط المضللة. التعاون مع منصات التواصل. العمل مع فيسبوك، تويتر وغيرها لوضع علامات على المحتوى المشكوك فيه أو إزالته. الحوار المباشر مع الجماهير العالمية عبر منصات ثقافية أو أكاديمية لشرح رواية الدولة بدقة. المنظمات الدولية. اللجوء إلى منظمات مثل اليونسكو أو محاكم دولية في حال كانت الأكاذيب تشكل تشهير قانونياً. التوعية الإعلامية. تدريب الجمهور على مهارة التحقق من الأخبار ميديا literacy عبر برامج تعليمية. تحريض على العنف. يمكن رفع قضايا تشهير أو اتهامات جنائية عبر المحاكم الدولية. أثناء جائحة كوفيد شرطة 19 بعض الدول اتهمت بنشر لقاحات ضارة، واجهتها بتقديم بيانات منظمة الصحة العالمية وشهادات علماء مستقلين. السر يكمن في تعكس سياسة الإمارات. قنوات MBD مثل IBC واحد IBC مصر التي تؤثر في الرأي العام العربي. الدور. تعزيز صورة الإمارات مركز للتسامح والإبتكار. الترويج للسياسة الإماراتية مثل التطبيع مع إسرائيل عبر برامج حوارية وإخبارية. وسائل الإعلام. العربية المنافذ الرئيسي للجزيرة تعكس الرؤية السعودية. روتان تؤثر في الثقافة الشعبية عبر الدراما والغناء. الدور. مواجهة التغطية الإعلامية المعادية مثل قضية خاشقجي. الترويج لرؤية 2030 عبر المحتوى الترفيهي والإخباري. وسائل الإعلام. جريدة الأهرام أقدم الصحف المصرية تعكس الخط الرسمي. القنوات مثل IBC مصر والنهار
تساهم في تشكيل الرأي المحلي. الدور: الدفاع عن السياسة المصرية مثل قضية سد النهضة. مواجهة الحملات الإعلامية ضد مصر مثل انتقادات حقوق الإنسان. وسائل الإعلام: TRT العالمية، القناة الرسمية الناطقة بعدة لغات. تركيا الآن، منصات إنجليزية وعربية. الدور: الترويج للسياسة التركية مثل دعم القضية الفلسطينية. مواجهة الحملات الغربية ضد أردوغان مثل اتهامات الاستبداد. والعربي. الدور: تقديم الرواية الروسية في صراعات مثل الحرب في أوكرانيا. مواجهة الإعلام الغربي عبر نظريات مضادة. وسائل الإعلام: قناة إخبارية عالمية تديرها الحكومة الصينية. الصين اليوم، منصات بالعربية تروج للنموذج الصيني. تحسين صورة الصين في العالم مثل قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ. الترويج لمشروع الحزام والطريق في الدول النامية. وسائل الإعلام: قناة إنجليزية تعكس السياسة الإيرانية. قنوات عربية مثل الكوثر. الدور: الدعاية للموقف الإيراني مثل الملف النووي ودعم المقاومة. مهاجمة السياسات الأمريكية والسعودية. هذه الدول تستخدم إعلامها كسلطة ناعمة لحماية سمعتها الدولية. مواجهة الروايات المعادية عبر تصدير رواياتها الخاصة. التأثير في الرأي العام المحلي والعالمي لصالح سياساتها. بعضها ناجح مثل قطر وتركيا، والبعض الآخر يواجه تحديات مثل إيران وروسيا بسبب العقوبات. لكن جميعها تدرك أن الإعلام هو جبهة حرب جديدة في عصر المعلومات.